هو ليه دلوقتي يا جماعة كلمة ده فلح ولا فلاح بقت شتيمة يعني؟ يعني أنا بجد إحنا عايشين في أكبر نكتة وتخلف، يعني العالم كله بجد يعني بقى يضحك علينا خلاص. الفلاح، الفلاح ده اللي بيزرع الأرض. لو انت دولة ما فيهاش فلاحة وما فيهاش زرع، يعني انت ما عندكش اكتفاء ذاتي، يعني انت مش قادر تأكل نفسك. يعني انت هتضطر تمد ايدك للدول بره عشان تاكل. يعني شوف قد ايه انت ضعيف، يعني شوف قد ايه انت حتى مش قادر تاكل نفسك. طيب هتقولي اصلا انا لا ما بتكلمش عليهم على الفلاح ان هو عنده ارض وبتاع، لا انا بتكلم على السلوك. طيب ماشي، يبقى المشكله مش مشكله فلح بقى، المشكله مشكله يعني سلوك. خلينا نفرق ان الفلاح ده واحد بيزرع ارضه، سواء عنده حيوانات بيربيهم او لا، ليه طريقه لبس معينه، ليه طريقه بيت معينه، دي حياته ودي بيئته. وخلينا نقول ان كلنا مختلفين. الفلاح عنده لبسه وطريقته في الكلام، وعنده طريقته في اللبس. وعندنا الانسان البدوي عنده برضو لبسه والعربية بتاعته اللي بتبقى مختلفة دفع رباعي، وعنده بيته اللي بيبقى مختلف، وعنده لهجته. والإنسان اللي عايش في مدينة عنده بيئته ولبسه. وبرضو الإنسان بيختلف من مدينة لمدينة، مدينة ساحلية أو مدينة مش ساحلية، كلنا بنختلف في اللهجات. فده الاختلاف وده طبيعي وده صحي وده اللي ربنا عامله يعني. فاحنا مش هنخترع، يعني ما اقدرش اتريق على حد ربنا عمله، يعني غير ان انت بقى بتتريق على ربنا او خلقة ربنا، يبقى انت انسان بقى يعني حسابك مع ربنا عسير يعني. انت بقى انت مين اصلا عشان تتريق على خلقة ربنا؟ بس خلينا نفرق بين لما حد يقول يا فلاحة ولا ده فلح. لا، هو ده مش فلح، هو دي بيئة ودي ثقافة انت مش حاببها براحتك، بس ده هو اللي بيأكلك. ده رقم واحد. بالنسبة بقى للإخوة الفلاحين أو اللي عايشين في مناطق ريفية، المشكلة ليه ارتبطت بالفلاحين؟ لما يقولك ده فلاح معناه ان هو متخلف، يقصد بقى يعني هو متخلف او ان هو ذوقه وحش او كده. لان للاسف الناس اللي عايشه في المدن، في الاماكن الريفيه والقرى، بداوا يبصوا لبتوع المدينه ان هم احسن منهم او اعلى منهم، وده غلط. ده اختلاف يا جماعه. انا مش لازم اكون زيك، وانت مش زيي. وحتى الناس اللي عايشين في المدينه وحتى الناس اللي عايشين في قريه واحده مش زي بعض. كل واحد مختلف، كل واحد ربنا خلقه مختلف عن التاني في طباعه في شكله في كل حاجه. ما ينفعش تقارن نفسك بحد، ما ينفعش تحاول تقلد حد. طيب لازم تكون راضي بنفسك وفخور بنفسك. انا دلوقتي واحد فلاح اتربيت في قريه وبتاع، خليك واثق في نفسك. انا فلاح، انا عندي ارض، انا عندي حيوانات. والله اللي عايز يتعامل معاك اهلا وسهلا، اللي مش عايز يتعامل معاك بالسلامه مش عايزينه. خلاص، انت مش مضطر ان انت تغير من نفسك وتقع في عقد نفسيه عشان ترضي حد. لا، انت راضي عن نفسك. اللي عايز يتعامل معاك على انه نفسك اهلا وسهلا، اللي مش عايز يتعامل معاك بالسلامه ما تعرفوش. فيا ريت ما تحاولش ان انت تحاول تتمدن او تحس ان انا لا ده انا لازم اقلد، فتبدا بقى في التشويه. يعني ايه في التشويه؟ لان انت ولا هتبقى فلاح ولا هتبقى متمدن، هتبقى في الوسط، فهندخل في العشوائيات. يعني ايه العشوائيات؟ اللي هو الانسان كان في ريف نفسه يتنقل للمدينه فمش عارف يتنقل للمدينه، او يعمل حاجات المدينه فبيحاول يقلد فبطريقه غلط، فنوصل لعشوائيات اللي هو ولا متمدن ولا فلاح. فبالتالي انت كده خربت الدنيا، يعني انت ولا منك فلاح ولا منك متمدن. طيب انت عملت ايه؟ انت خليت كل حاجه مش كويسه. يعني العشوائيه يعني ايه عشوائيه؟ يعني حاجه مش منظمه، حاجه مش راكبه على بعض، حاجه مش راكبه على بعض، ولا منك ولد ولا منك بنت ولا منك يعني شيء غريب، شيء عجيب. طيب بالنسبه للناس بقى اللي هي بتقول الفلح يا جماعه، للاسف علشان الناس اللي في القرى عايشين قريبين قوي من بعض وبيتدخلوا قوي في حياة بعض، حصلت ظاهرة مش كويسة. انا مش عايزة اوصم بيها الفلاح، لان الفلاح ده حاجة كويسة ودي مهنة محترمة وكلنا بنحبها وهي اللي بتأكلنا. وبزعل قوي قوي ان حد فلاح يبيع ارضه ويبني عليها ويبدأ يعمل مشاريع تجارية والرقعة الزراعية بقت في الارض وبقينا نشحت. حرام قوي بجد. يعني بجد لا، احتفظ بارضك وخليك فخور بنفسك ومالكش في ده اي واحد عنده عقد نفسيه. طب بالنسبه بقى للناس اللي بتقول ايه ده فلح وشايفين الفلح ده حاجه وحشه. طيب لان للاسف زي ما انا قلت لكم من شويه ان الفلاح علشان او الناس اللي عايشه في قريه قاعدين قريبين من بعض قوي،
فبالتالي ان هم بيبداوا يقارنوا ببعض، يا ايه ده، شوف ابن عمك عنده ايه وانت ما عندكش ايه، شوف شوفي سلفتك او مش عارف ايه عندها ايه وانت ما عندكيش ايه. التدخل في حياه بعض واتمنى ما عند غيري، فبدا يبقى في حقد، بدا يبقى في غل، بدا يبقى في ان انا عايز اخلي النعمه دي تزول من عند حد لاني مركز في حياته. ده حرام، ده حرام. ارضى بما قسمه الله لك. دي ارزاق، انت ربنا وزع الارزاق، انت هتتدخل وتقول لربنا لا مش عاجبني؟ ارضى بحالك، حاول تحسن من حالك، يعني حاول تحسن من حالتك الماديه. عايز تلبس بطريقه احسن البس، عايز تحسن من نفسك ومن بيتك اعمل، بس علشان انت تبقى احسن من نفسك، مش عشان احسن من حد. مش عشان احسن من حد، دي مهمه قوي، ان انا احب اطور من نفسي عشان نفسي، مش عشان ابقى احسن من حد. لان لو هتبقى احسن من حد دي عقد نفسيه، لان مفيش حد احسن من حد، لان كل واحد مختلف بطباعه، بصوته، بشكله، بحياته الاجتماعيه، بظروفه. مفيش حد احسن من حد، وكل انسان بيختار الانسان المناسب ليه واللي شايفه ان هو شبهه. طيب، فدلوقتي احنا بنقول فلح على الذوق الوحش. دلوقتي اللي هو اصلا ما ينفعش نقول عليه فلح، انا رايي ان احنا نقول عليه عشوائي، ده اسمه عشوائيه مش فلح. تاني حاجه لما واحد يعمل صفه رذيله، مثلا يقول لك ايه، الفلح ملزوق في الفلاحين اصل هم خبثه. للاسف، للاسف الخبث دلوقتي ما بقاش في الفلاحين بس، للاسف الخبث دلوقتي بقى في مصر كلها، يعني مش عايزه اقول العالم العربي كله، مش عايزه اقول يعني بجد احنا بعدنا عن ديننا تماما، بعدنا عن ديننا تماما، بقينا نقوم نصلي ونعمل الشعائر بس احنا دينيا زيرو. يعني انا بقوم اصلي واجيب في سيره ده، وبتسلى ان انا اتريق على ده واجيب في سيره ده، وشايف ان انا بتريق على ده ان دي كده انا جدعانه مني وان انا جامد، ده انا بتريق عليه وبعلم عليه. لا، انت انسان يعني انا اسفه يعني اقول لك، بس انت اخلاقك زيرو، وضاعه، دي اسمها وضاعه وقله ادب. يعني ما عنديش تفسير تاني اللي غير كده، ان انت بتتريق على حاجه ربنا خلقها. انت انسان مش كويس، مش محترم، لان انت لو تقدر تدي النصيحه ما تديهاش قدام حد، وتقدر بينك وبين اللي قدامك تقول له بص انا شايف ان انت ممكن لو عملت كده تبقى احسن، وهو حر، ليه حريه الاختيار ان هو يعملها او ما يعملهاش، تنصحه من غير ما حد يسمعك. اما التريقه ان احنا نقعد نتريق على بعض، وان احنا نقعد نجيب في سيره الناس ونخوض في اعراض الناس ونحكم على الناس، دي اسمها قله تربيه وقله اخلاق، دي ملهاش علاقه بالفلح، دي ليها علاقه بالحسد والغيره والضغينه والشيطنه. الدين مش ان انت تلبس وتبقى محتشم ورايح وجاي بتصلي وانت نازل تجيب في سيره الناس، وانت نازل تحسد ده على الحاجه اللي عنده ونفسك ان هي تزول منه، وان انت قاعد تطلع نفسك ملاك وان انت جميل وكل اللي حواليك شيطان وكل اللي حواليك دول ناس مش كويسه وانت الوحيد الكويس، وان انت تتريق على ده وتحاول ان انت تعقده في نفسه وتعقده من حياته علشان انت غيران منه او انت شايف ان هو احسن منك في حاجه، فلا، فلازم يبقى وحش، لازم اشيطنه، لازم اخلي كل الناس وحشه وانا الملاك. لا، طب ليه ما نعيش في مجتمع الحمد لله كلنا فيه حلوين، كلنا فيه كويسين، واللي يبقى اللي هو مش كويس ده هو ده المنبوذ، هو ده اللي لازم مش منبوذ ان احنا هنكرهه، لا بس نحاول نقومه للطريق الصح. احنا بعدنا عن الدين جدا، بعدنا عن الدين، وللاسف حتى كبار السن دلوقتي اللي هم كانوا بنعتبرهم ناس بيدونا الحكمه والفضيله والناس كويسه، للاسف برضو بقى عندهم للاسف هذا المرض، مرض العصر، الغيره والحقد، وشوف ابن عمك وشوف مين جاب ايه وشوف عمل ايه، يدعو الاطفال ويدعو الشباب للحقد والضغينه، بدل ما يقول له ده رزقه، اشتغل على نفسك وحاول تحسن من نفسك لحد ما توصل، بس الارزاق دي بتاعت ربنا، ربنا يبارك له في اللي هو وصل له، وربنا يبارك لك وحاول تسعى، ده الصح. اما بص، تعالوا نحقد، تعالوا نغل، ايه ده انا لو بنت شافت بنت شكلها اجمل منها، هي في اعتقادها ان شكلها اجمل منها، تعالي حاول اتريق عليها، اقول عليها كلام ما حصلش عشان اكره الناس فيها، في اعتقادها ان هي عشان تظهر هي الاحلى. على فكره مين قالك ان هي احلى؟ دي اذواق، الناس بتختلف في الاذواق، الشكل ده ربنا هو اللي خلقه، ومفيش حد حلو او وحش، في حد نضيف وحد مش نضيف، حد مهتم بنفسه بيلبس بطريقه متناسقه مع نفسه ومتناسبه مع جسمه، وحد مش عارف يلبس وهو يقدر يتعلم ده. فنبطل نغل ونحقد، لان مش معنى كده ان انت هتقللي فرصها في الجواز وان هي تتجوز وانت لا، كل فوله ولها كيال، كل فوله ولها كيال، كل انسان هيختار الانسان المناسب ليه، وربنا من قبل ما نتولد عارف هنتجوز مين وهنرتبط بمين فبلاش نضغط على كل واحد ونعامله بطريقه مش كويسه عشان انا شايفاه ان هو شكله احلى مني، وده من وجهه نظري، لان الحاجات دي بتختلف، ممكن انا شايفه واحد حلو وشايفه واحد تاني احلى منه، وانت كمان ممكن يبقى ذوقك مختلف، دي اذواق.
فبلاش نقعد نغل ونحقد، لا لازم كلنا نحب بعض ونحب اختلاف بعض. واحد انت شفته احسن منك في حاجه حاول تقلده بطريقه كويسه، يعني ان انا ايه، انا مش هقلده ان انا اقلده يعني تقليد عمياني، لا انا اقلده ان انا اشوف الله ده لابس ده، طب ما انا اجرب اللون ده، لقيته لايق عليا تمام، مش لايق عليا يبقى لايق عليه هو، اجرب لون تاني يليق عليا، اجرب طريقه لبس تانية يليق عليا، احاول اتعلم منه، مش اغير واحقد واقلد، لا اتعلم، وهنا في فرق. فبلاش يعني نلصق الفلح بالحاجه الوحشه. الفلاح هو واحد بيزرع ارضه، واحد محترم، بيعمل اكل، بيوفر اكل لبلاده، دي مهنه تحترم لازم كلنا نحترمها. طريقه لبسه وطريقه لهجته دي حاجه بتاعته. بالنسبه للاخوه الفلاحين، بلاش تحاول تقلد، بلاش تحاول تقلد، بلاش تحاول تنم، بلاش تحاول. انا على فكره مش بقول كده الاخوه الفلاحين بس هم اللي بينموا، لا ده مصر كلها ما شاء الله دلوقتي، والعالم العربي كله شغال نميمه، كله شغال تريقه على الناس، كله بيحاول افتراء. دلوقتي كل واحد بيألف قصه على التاني، واحد مش عاجبه فيألف عليه قصه عشان يكره الناس فيه، ده اسمه افتراء، بهتان، ده كله بعد عن الدين. كل واحد يا جماعه يحب نفسه، كل واحد يتقبل نفسه، كل واحد يحب نفسه ويتقبل نفسه ويحترم الاخر. احترم الاخر، احترم الاخر يا جماعه، والله العظيم يعني حسبي الله ونعم الوكيل بجد.